حلاوتك جيلي والله جيلي. جوهرة يا جدعان، جوهرة محشية شوكولاتة يا معلم، وغرقانة شوكولاتة جوه وبره. يا لهوي، شوكولاتة. لكم النهارده يا جماعه ان شاء الله خلية النحل بطريقه اقتصاديه خالص. هما بس 3 كوبايات دقيق ومعلقه خميره ومعلقتين سكر ومعلقتين زيت. 3 كوبايات دقيق وحطيت عليهم ذره ملح. بعد كده احط الخميره، معلقه خميره كبيره، وبعدين على الخميره احط معلقتين كبار سكر، نص معلقه بيكنج باودر، نص معلقه صغيره، وهنحط عليها حبه خل. بعد كده هنقلب كله مع بعضه. هننزل ببياض بيضه، خليت الصفار للوش والبياض احطه على العجينه. على بياض البيضه بقى هنحط حبه فانيليا، وهنحط نص معلقه خل صغيره عشان زفرت البيض. بعد كده بقى هنقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا طبعا 3 معالق زيت، بس انا مش بحط الزيت في الاول، انا بحط الزيت في الاخر الم بيه العجينه. ومعايا هنا ربع كوبايه دقيق لاجل العجينه اللي تحتاج دقيق تاني. بعدين هننزل بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم. الميه هنحطهم حبه حبه. بسم الله. خلية النحل دي حاجة حلوة ولا حاجة؟ حاجه حلوه. خلية النحل محشيه بالشوكولاته. شكله حاجة حلوة يعني. ست الحبايب. ايوه. نحط الميه حبه حبه عشان ايه؟ احنا مش عارفين الدقيق هياخد قد ايه. الدقيق مختلف عن بعض، في دقيق بياخد ميه كتير وفي دقيق بياخد ميه قليله. نوع دقيق؟ على حسب نوع الدقيق. ده دقيق جميع الاغراض. كده العجينه لمت معايا. ده القوام بتاعها يعني؟ هنحط بعد كده. القوام يبقى كده؟ لا لسه هنحط عليها الزيت عشان تتلم حبه حبه. ده معلقتين زيت هنحطهم حبه حبه عشان نلم بيهم العجينه. بعد كده بقى هناخدها على المفرش سيليكون كده عشان ايه؟ ندعكها شويه، عشان نحط حبه دقيق وندعك في العجينه كده عشان تتلم معانا. العجينه بتكون مش طريه شويه، يعني ملمسها طري شويه، ونفضل ندعك فيها كده لغايه لما تكون العجينه ناعمه خالص. دي عجينه ناعمه وشها ناعم، بس بتكون بتلزق شويه. العجينه ما تبقاش ايه يابسه قوي، تكون بتلزق شويه. هنحط عليها حبه زيت تاني وندعك بقى. الزيت طبعا لما تتحط على العجينه هتحس ان هي مقطعه كده، مش هتتلم. بس انت نعجن فيها تاني كده هتبص تلاقيها اتلمت لوحدها. نفضل نعجن كده لغايه ما تدينا عجينه ملسه وناعمه. ممكن تحتاج، هي ما احتاجتش الميه، كوبايه الميه كلها اخدت كوبايه الا ربع ميه، ومعلقتين زيت وبياض بيضه. حطينا على بياض البيضه حبه خل صغيرين وفانيليا عشان زفرت البياض. والصفار هنحمله للوش. ومعانا طبعا هنا شوكولاته للحشو، ودوت شوكليت شيبس هيتحط فوق خلية النحل بعد ما ندهن وشها بصفار البيض. صفار البيض طبعا هنحط عليه ايه؟ معلقه لبن صغيره وحبه حبه فانيليا كده عشان الزفار. بقت دلوقتي؟ لا، اما تخمر، تقعد تخمر حوالي ربع ساعه ولا نص ساعه زي ما تخمر بقى. نحط عليها حبه زيت تاني، ونحط الزيت بقى بنحس ان هي عجينه تفك من بعضها، لكن لما نفضل نعجن فيها كده بتلم تاني. نعجن فيها كده لغايه ما الوش دوت يبقى قلمت خالص ناعم. بص اهو فاضل لها حبه صغيره بس دقيقتين كده وخلاص. وريني بقى كده شكل العجينه اهو. بص الكيلو وشها قلمت ازاي ناعم خالص اهو. وبعدين هنفضل نهبط فيها كده عشان نطلع الجيلاتين اللي في الدقيق. يا جماعه نفضل نعمل فيها كده. لو اتقطعت يبقى عايزه عجين تاني، ما اتقطعتش اهي بتموت تبقى كويس. شديناها كده واتقطعت يبقى لسه عايزه عجين تاني. العجينه بتتعجن حوالي 10 دقايق ربع ساعه كده عشان تديكي وش المس. بص يا جماعه قوام العجينه اهو، بص المس ازاي اهو. كده العجينه خلاص. بعد كده بقى هندهن الطبق ده حبه زيت كده، بعدين هنحط العجينه فيه وندهن وشها زيت عشان ما تنشفش. حطيها بقى فوطه نضيفه لمده نص ساعه او لغايه ما تعلى بقى في الطبق. نغطيها عشان تخمر. فوطه نضيفه، وبعدين نحط عليها المفرش ده عشان تخمر بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما عجننا العجينه وسبناها حوالي ساعه الا ربع عشان احنا في الشتاء ووطيناها الحمد لله خبنت اهي. هننزل الخمر بتاعها اهو بايدينا كده، وهنقطعها بقى كور قد الليمونه، كل كوره قد الليمونه. هو نعرف
انا بدأنا منين الاول؟ قطعنا اول حاجة فين عشان نبدأ بيها نحطها في الصينية. يعني احنا لازم نعلم اول كوره اول كرة عشان نبدأ بيها. ليه بقى؟ علشان هي هتكون خمرت، اول واحدة خمرت. قطع كل كرة قد الليمونة كده، اكبر من الليمونة شوية، ونقفلها يا جماعة من تحت كده علشان ايه؟ ما تطلعش الحاجة بقى الشوكولاتاية اما نيجي نحشيها بالشوكولاتة. كده اهو بنعملها كده من تحت اهو، نقفلها كويس اهو كده اهو. اللي كورناه نغطيه شويه كده عشان ايه؟ وشه ما يعني. التلات كوبايات دي يا جماعه قطعتهم 15 كوره صغيره اهو. بعد ما قطعناها هنغطيها بالفوطه ونسيبها 10 دقايق كده تستريح شويه وبعدين هنشكلها. بعد كده جبت صينيه يا جماعه ألمونيا، والخبيز في الألمونيا احسن من الخبيز في صاج الفرن. ده سمنه عشان ما تلزقش. عشان ما تلزقش، وعشان الزيت لو حطينا زيت ممكن يحرقها من تحت وينشف. هنجيب بقى اول كوره احنا عملناها اهي، وهنبططها كده وهنحط في وسطها كده حته شوكولاته، وهنقفل بقى عليها كده اهو كده اهو. هنقفل كويس قوي كده عشان الشوكولاته ما تطلعش منها، وهنحط كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب تاني واحده برضو، الحته اللي قفلنا منها هنحطها من فوق كده، الحته اللي قفلنا منها اللي هي كانت من تحتها هنحطها من فوق كده اهو، وهنبططها كده وهنحط فيها الشوكولاته اهي، ونقفلها كويس قوي يا جماعه علشان ايه؟ ما تفتحش. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما شكلناها كده يا جماعه هنغطيها بقى تاني لمده 10 دقايق لغايه ما حجمها يكبر شويه، وبعدين هندهن وشها بيض. البيض صفار البيضه اللي احنا شلناها من البيضه اللي محطوط عليها فانيليا ومحطوط عليها نقطه خل. هنحط عليه نقطه خل وذره فانيليا ومعلقه لبن، وهنضربهم بالشوكه كده وندهن بيهم وش الخلية النحل، وبعد كده هنحط على وشها شوكولاته شيبس. بعد ما سيبناها 5 دقايق لغايه ما ضعف حجمها شويه ندهنها بقى بصفار البيض المحطوط عليه، وبعد كده هندخلها على فرن متسخنه قبلها ب10 دقايق على درجه حراره 190 لمده 30 دقيقه كده اهو. وبعد كده بعد ما نخلصها هنحط فوقيها الشوكولاته شيبس، وهي يا جماعه لما تدخل الفرن هتبقوا تلاقيها لزقت في بعضها. يعني انت دلوقتي مشكلاها شكل الخليه؟ زي خلية النحل. لما تدخل الفرن بقى كلها هتخش هتلزق في بعضها تبقى زي خلية النحل. يعني بعد كده يا جماعه بقى هنمسك شوكولاته شيبس ده ونحطه على الوش كده ونلزقها كده عشان لما يدخل النار ما تطلعش. بعد ما خمرت يا جماعه حطينا 10 دقايق بعد ما شكلناها، وبعد كده حطينا على وشها دهناها البيض صفارة البيض، وبعد كده حطينا عليها ايه؟ شوكولاته شيبسي من فوق. اما يتضاف اما تخش بقى الفرن هتبصي تلاقيهم لزقت في بعضها كلها كده، هتبقى زي خلية النحل بالظبط. هتبقى كلها لزقت في بعض. هتقعد في الفرن 35 دقيقة كده يعني لغاية ما وشها ما يحمر. هتقعد في الفرن قد ايه؟ نص ساعة كده، نص ساعة و5 دقايق لغاية وشها. إذا كان الفرن حامي من تحت تحطي صينية مية، تحطي صينية وفيها مية عشان القعر ما يتحرقش. إذا كان الفرن كويس تخبزها من غير مية لغاية لما قعرها كده تبصي تلاقي القعر من تحت احمر شوية كده. إذا كان فرنها ما بيعملش بيعمل من غير شواية، بيحمر وشه من غير شواية ما تحطوش تحت الشواية. إذا كان بيحمر بالشواية تطفي من تحت وتحطه تحت الشواية لمدة دقيقتين، وتخلي بالها كل شوية تفتح عشان الشواية بتحرق الأكل على طول. يا جماعة بعد الصينية ما دخلتها الفرن وقعدت تلت ساعة بالظبط، بصوا وشها بتعمل ازاي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. كده بقى هنعمل لها صوص. دي خدت وضع شكل النحل، خلية النحل اهي. خدت لزقت في بعضها وعملت زي خلية النحل اهي، واحمرت اهي.
انا ما شغلتلهاش شويه خالص، انا شغلت حطيت الصينيه على السلكه بتاعت الفرن، ما شغلتلهاش شويه خالص. بعد كده بقى هنعمل الصوص اللي هنحطه على وشها. ده صوص ايه، شوكولاته يعني؟ صوص شوكولاته. ده معايا معلقتين. اختياري صح؟ اللي عايز يحط. ده ايه ده؟ معايا معلقتين سكر بودره، ومعلقتين لبن بودره، ومعايا معلقتين كريم شانتيه، ومعايا معلقه كاكاو، ومعايا 3 معالق لبن، ومعلقتين زيت. هنحط كده بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الزيت، ده ايه ده؟ اللبن، نحط الزيت، نضرب كده بالمعلقه لغايه اما السكر البودره يختفي خالص من عامل ازاي اهو، هو عامل زي خليط الشوكولاته البيضاء اهو. بص عامل ازاي. هنقسم بقى الخليط دوت، هنجيب طبق تاني ونقسمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط معلقه الكاكاو على نص الخليط. بسم الله بسم الله بسم الله. حطينا الكاكاو على نص الصوص التاني. الكاكاو طبعا بتخن الصوص، هنزود لها شويه لبن تاني، ونفضل برضو نقلب كده لغايه ما يبقى قوام الصوص دوت الابيض زي قوام الصوص الشوكولاته. نحط حبه زيت تاني عشان يكون صوص الشوكولاته يلمع. بصوا يا جماعه الصوص عامل ازاي. طبعا انا نخله الكاكاو ونخله السكر البودره عشان مبقاش فيه تكتلات. يا جماعه كده هنمشي كده عليها كده اهو. الصوص الابيض الاول اهو بالمعلقه كده. ولو اذا كنت ممكن تعملي كيس كده لبن وتخرميه من تحت وتعملي المنظر ده يعني. وده كده نجيب صوص الشوكولاته برضو ونعمل كده بالمعلقه. ده اخر حاجه بقى صوص الشوكولاته والصوص الابيض اللي احنا حطيناه على وشها. النهائي بتاعها خلاص. وبعدين هنسيبها بقى اما تبرد شويه وهنوريكم بقى، نقطع لكم واحده وتشوفوا. يا جماعه هي قطنيه ازاي، بصي من تحت ومن فوق متحمره اهي، من تحت ومن فوق وقطنيه. هنيجي بقى نفتحها لما هتشيل الشوكولاته اهي، الشوكولاته سايحه جواها اهي، وقطنيه عامله زي القطن اهي.